كان في مرة 2 اخوات عندهم حمار الله يعزكم، كان بيساعدهم في الشغل والمواصلات وكانوا بيحبوه جدا وبيعتبروه اخوهم التالت ومسميينه ابو الصبر. في يوم من الايام وهم مسافرين وماشيين في الصحراء هوب وقع الحمار طب مات. زعلوا عليه جدا ودفنوه، فضلوا جنب مدفنه وهاتك يا عياط. كل اللي يعدي عليهم يسألهم مالكوا، يردوا عليهم ويقولوا ابو الصبر مات. الناس اتعاطفت معاهم وافتكروا ان ابو الصبر ده شيخ جليل او عبد صالح. الاخوات بنوا خيمة على مدفن ابو الصبر، ويوم ورا يوم الناس ابتدت تزور ابو الصبر ويتبرعوا بفلوس. لقوا الحكاية حلوة فيها سبوبة حلوة، شالوا الخيمة وبنوا أوضة صغيرة على مدفن ابو الصبر لحد ما بقى مقام او مزار الناس بتجيله من كل حتة عشان فك السحر والعنوسة. والاخوات بقوا اغنياء جدا. في يوم من الايام الاخوات اتخانقوا مع بعض، وواحد قال للتاني هقول للشيخ ينتقم منك، فرد عليه اخوه قال له اصحى يا خواجه، ده احنا دافنينه سوا.